أولاً، الرتق والفتق وبداية الكون. يقدم قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الأنبياء 30. وصفاً جامعاً لبداية الخلق الكوني. هذا الوصف يشير إلى مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى مرحلة الاندماج الكلي، ويعبر عنها القرآن بالرتق، والمرحلة الثانية مرحلة الانفصال والاتساع، ويعبر عنها بالفتق. ويتقاطع هذا التصوير القرآني مع النماذج الكونية الحديثة التي تفترض أن الكون في بداياته كان في حالة واحدة، شديدة الكثافة وعالية الحرارة، قبل أن يبدأ في التمدد والتمايز. وهذا السياق يتعلق ببداية الكون ككل، لا بتاريخ الأرض وحدها. ثانياً، سورة فصلت وتفصيل الخلق الأرضي. تأتي سورة فصلت في الآيات من 9 إلى 12 لتعرض تفصيلاً مختلفاً في موضوع الخلق. فهنا لا نتحدث عن نشأة الكون، بل عن خلق الأرض وتهيئتها للحياة. يبدأ السياق بذكر تكوين الأرض، ثم تقدير أقواتها، ثم تنظيم غلافها الجوي، أي السماء القريبة المرتبطة بالنظام الأرضي. ولهذا لا يصح منهجياً ولا سياقياً إسقاط آية الدخان في سورة فصلت على البلازما الكونية الأولى.